السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم بسبوسة بالكنافة. كل سنة وانتم طيبين، بعود الايام ان شاء الله. ادي كوباية ونص استني يا غزة، كوباية سمنة، كوباية سمنة سايحة، كوباية ونص سكر، كوباية زبادي عشان ما عندناش، عشان ما جبناش لبن هنحط مكان اللبن زبادي اهي. عشان ده مكان الزبادي نقلبهم بقى اللبن بتاع الزبادي مع سكر مع السمنه ونقلبهم كويس. هات المضرب يعني كده اهو. نص حطينا هنا، خلطنا نص كيلو دي بسبوسه على 3 معالق دقيق عادي، رشه ملح بسيطه جدا، معلقه بيكنج باودر صغيره، ونكب حبه بحبه على الدقيق على السمنه والسكر والزبادي، عشان ما كانش عندنا لبن فحطينا زبادي وقلبنا كده اهو. بصي كده بس عشان ما تعجنيش فيها كتير، ما تقلبيش فيها كتير. هنا بقى عندنا الكنافه مطلعينها من الفريزر، بصي متلجه، تقومي فرقاها بايدك او تحطيها في الكبه. دهنا الصينيه، دهناها سمنه، وهنبدا نحط الكنافه، نرش الكنافه كده في تحت اهو بعد ما عملناها في الكبه اهو، من غير ماده دهنيه ولا حاجه، ما تدهنهاش عشان ما تفصلش بين الكنافه والبسبوسه اهو. كده فرشنا الكنافه، ولا تحطي سمنه ولا اي حاجه على الكنافه عشان البسبوسه هتمسك فيها. لو حطيتي ماده دهنيه هتفصل الكنافه من البسبوسه، انما احنا حاطينها بصي من غير اي حاجه اهو. نكب عليها بقى البسبوسه كده، بصي كده اهو. تبتدي بقى تفرشيها على تفرشي البسبوسه على الكنافه اهو كده بظهر المعلقه اهو اهو. تداري الكنافه خالص، متخليهاش باينه اهو. كده فرشناها، بصي فرشنا البسبوسه كلها على الكنافه بالشكل ده اهي. بصي تعملي كده عشان الوش يعمل مع بعضه، يبقى كويس مع بعضه كده بيساوي مع بعضه اهو. بصي من غير معلقه من غير اي حاجه اهو. تكوني مولعه الفرن عشان يسخن، قبلها بربع ساعه تولعي الفرن عشان يسخن، وان شاء الله بعد ما تخرج هوريها لكم.